بالنسبه للعقده الفرنسيه البنات، هانتوما كناخذوا الخيط هكذا اللي برا خارجه من هنا، كنلوي 3 تلويات. علاش؟ حيت انا عندي الخيط رقيق ضربه غير على 2 شعرات، كنلوي 3 تلويات باش كتجي العقده باينه، وكنخرج هكذا كنلوي وكنضرب في نفس البلاصه تقريبا، واخا تكحزي شي شويه غير ما تكحزيش بزاف باش ما تجيكش مايله، باش تجي الثقبه ديال هذيك العقده كتجي الفوق. اما الا كحزنا المسافه، مثلا ضربت هنا، انا غادي نوريكم، غادي نضيع وحده. مثلا ها انا لويت هنا وكحاز واحد المسافه هنا وعاد ضربت، ها كيفاش كتجينا، كتجي شتي كتولي كتميل لهاد الجهه، ما كتبقاش فاتحه وجهها للفوق، خصك تبقاي تبركي عليها. اما ملي كتضربيها في البلاصه ما كتبعديش في المسافه، كتجي فاتحه فمها للفوق. وانا علاش كنلوي 3 تلويات؟ حيت الخيط عندي رقيق. اما الا كنتي بارمه الخيط على 3 شعرات فكتلوي غير 2 تلويات راهم كافيين. انا هنا درت 3 ديال التلويات باش كيجي العقده شويه باينه كبيبره شويه. هانتوما وكنضربوا وحده حدا وحده باش ما تبقاوناش المسافات قرع، كنحاولوا ما امكن نعمروا ضريبه حدا ضريبه، وحده حدا وحده. ها شفتي كيف كيجي وجههم عاطي للفوق والعينه باينه. هانتوما كنضربوا وحده حدا وحده، ومني كنلوي 3 تلويات ديالي كنحاول نضرب قريب لهاد البلاصه اللي خرج منها الخيط، اولا حتى فيه بالضبط، المهم معليش. وبالنسبه لبنات الثوب، الا كنتو غادي تعلموا اول مره، من الاحسن تاخذوا ثوب اللي كيكون صامت بحال المليفه، ولا شي ثوب اللي ما يكونش التقابي ديالو واسعين. علاش؟ لان ملي كديري العقده هكذا وكتبغي تخرجيها، بعض المرات الا كان بحال دابا الثوب تقابيه واسعين ولا يتفسح، ملي كتبغي تخرجي لهنا لتحت غالبا ما كتبعك هاد العقده كامله، كتخرج لبرا كتخرج لتحت الا كان الثوب ما صامتش. فمن الاحسن من نجيو تعلموا في ثوب هكذا يكون صامت ويكون التقابي ديالو ضيقين بحال المليفه هي احسن حاجه للتعلم ديال الطرز، احسن ثوب. ها نتوما، اولا الا كان شي ثوب د الخيط يكون صامت ما يكونش مثقب. ها شفتي كيف كيجيو.